هل فعلا امتحان السات راجع مصر تاني بعد غياب طويل؟ وهل ده خبر يفرحنا احنا كطلاب دبلومة امريكية سواء بناخد EST او ACT ولا لا؟ خلينا بسرعة كده نجاوب على السؤالين دول. أول سؤال، هل فعلا السات راجع مصر؟ فعلا السات راجع مصر حسب القرار الوزاري والأخبار اللي جات لنا من التعليم إن السات فعلا راجع مصر إن شاء الله خلال شهر يونيو الجاي أو السنة الدراسية الجديدة بالنسبة للطلاب. نيجي بقى للسؤال التاني، هل دي حاجة كويسة تفرحنا ولا لا؟ بشكل عام أيوه، اختبار السات وتحديدا الديجيتال سات يعد من أفضل الاختبارات اللي اتعملت في الدبلومة الأمريكية، وده بسبب أكتر من نقطة. أولا إن هو امتحان فير جدا، امتحان عادل جدا، هتذاكر هتجيب فيه مجموع كويس، مفيش نسبة كبيرة بتبقى بتعتمد على الحظ أو على حسب سهولة التراي. مش بس كده، امتحان السات فيه ميزه كبيره جدا عن الاي اس تي، الا وهي انك بتعرف ايه المشاكل بتاعتك في كل ترايل. يعني بعد ما حضرتك بيطلع لك السكور بتاعك بيجي لك بالتفصيل كده انت عملت ايه في كل سكشن، من سكشن جبت فيه درجات كويسه وايه السكشن اللي جبت فيه درجات مش ولا بد. تقدر ان انت تشتغل على نفسك وتطور من نفسك اكتر في الترايلز اللي بعديها. ده غير بقى ميزه مهمه جدا بالنسبه لقسم الريدنج، الا وهي ان الباسجز بتبقى قصيره. فانت لو في باسج مثلا في امتحان الاي اس تي او الاكتف باسج طويله وانت مش فاهمها، بيضيع منك اسئله كتيره بسبب ان الباسج عليها 11 سؤال او 10 اسئله. ولكن في الديجيتال ساعات بيكون عندك باسج قصيره عليها سؤال واحد، فلو وقع منك باسج هيضيع منك سؤال واحد بس بدل ما كان هيضيع منك اكتر من سؤال. بشكل عام نقدر نقول امتحان الديجيتال سات امتحان كويس، وان شاء الله يكون فرصه كبيره لطلابنا في الدبلومه الامريكيه. طب اعمل ايه يا مستر عمار؟ هل استنى نزول امتحان السات ولا اكمل زي ما انا في الاي اس تي؟ هقول لك لا، ما تخسرش محاولات، كله من وقتك في الاخر. لو انت جريد 11 او جريد 12 طبعا فخش الترايلز عادي، خش الاي اس تي وجهز نفسك كده كده للامتحان، لان هما السكيلز في الاخر بنسبه 80% متشابهه. ولما ان شاء الله امتحان السات يبدا يتطبق في مصر، ساعتها ممكن تبدا تجرب تخش ترايل في الديجيتال سات، شوف هنجيب سكور اعلى في انهي واحد فيهم بالظبط ان شاء الله. كمل زي ما انت في الكورس بتاعك سواء البيسكس او الادفانس، وزي ما اتفقنا الريدنج سكيلز والرايتنج سكيلز بنسبه كبيره بتبقى كومن ما بين الثلاث امتحانات سواء الاي اس تي او الاكت او الديجيتال سات. بالتوفيق لطلابنا جميعا، ولو عايز تعرف عن تفاصيل الكورسز مع مستر عمار ابعت لي رساله على الواتساب. سلام.